وبعدين يطلع الاخوان المسلمين في منتهى الكذب الفج ويقولوا لا احنا ما ضربناش حد، ما عذبناش حد، احنا ليست هذه شيء من الاخوان. هذه ليست شيء من الاخوان. طب سمعني بقى صفوت حجازي ويورينا بقى ويعرفنا شيء من الاخوان. يلا نشوف شيء من الاخوان بتاعتهم. عملنا فرق للحراسه، يعني احنا بنقبض على البلطجي الساعه 8 الصبح ولا الساعه 9 الصبح، ولا لازم نخليه موجود لغايه ما يجي وقت حظر التجول. وابتداء من حظر التجول كنا ابتداء من الساعه 10 بالليل كده او الساعه 12 بالليل ناخدهم، كانوا مسمينه طابور العرض، نخرجهم بقى فرق مربوطين بالحبال. طبعا الشباب كانوا بيمسكوهم حقيقه، كانوا يعني بيوسعوهم ضربا يعني. بس انت كنت حنين على البلطجيه قدامي يعني اكتر من دول. والله انا كنت بعتبرهم الشباب كانوا بيوسعونهم ضربا ويربطوهم ويعملوا لهم طابور عرض. اي احساس بالغل، اي احساس بالساديه، اي احساس بالعنف عندهم، ده ايه ده؟ يقول لك بلطجيه. فالبلطجيه لما يجوا في ميدان التحرير عشان يخترقوا الميدان او اي حاجه، معرفش طبعا كمان ازاي كانوا بيتبينوا مين البلطجيه، لان بعد كده هنشوف مسخره اخرى. لكن تعمل ايه بقى معاه؟ تضربه وتوسعه ضربا. بالمناسبه يعني بعد كده هنعرف انهم عذبوهم، وتأيدوا طابير عبيد يعني، وتجريهم. ايه ده؟ هو نفس اللي كان بيتعمل معاكم في السجون او مع بعضكم يعني بتنفذوا. هو انت جواك كان من جواك هذا الضابط السجان والمعذب ومنتهك حقوق الانسان والذي لا يعتبر قيما للبني ادم ولا كرامه له حتى لو متهم؟ هو انت بتتعامل مع المتهم على انه متهم حتى قبل ما تثبت ادانته؟ هو انت بتسمح لنفسك بانك تمسك وتضبط وبعدين تربط وتضرب وتعذب وتشهر وتمشيهم طابور عرض وسط فرحه وسعاده غامره؟ الحقيقه الشباب كانوا بيصوروا ضربا، ويقول له ده انت كنت راجل طيب وصوم مضحوك عليهم وبتاع. يا سلام.